السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بأفضل حال. لسه خارجين من شهر رمضان، كل سنة وكل المسلمين بصحة وسعادة وخير ويمن وبركات، وربنا يتقبل منا صيامنا وصالح أعمالنا. بقالي 12 سنة متعودين لازم يوم الوقفة بنعمل الروتين ده أو النظام ده. لكل بيت أو لكل بلد طقوس ونظام معين بيمشوا عليه، وخاصة لو اتنقلنا من بيت لبيت تاني. يعني مثلا لو انت مثلا في بيت باباكي بتكوني متعودة على نظام معين أو طقوس معينة بتعمليه، تروحي بتتجوزي بتلاقي برضو نظام معين بيت جوزك بيمشي عليه أو طقوس معينة كده لازم بيعملوها. فأنا من ساعة ما اتجوزت بقالي 12 سنة لازم نعمل الحاجات دي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، عجين ضفت عليه بيكنج باودر وخميرة وسمسم، وعجنته كويس، شربته كده بالمية واللبن. ولما اتشربت العجينة ضفت عليها سمنة. طبعا في ناس كتيرة ممكن تكون عرفت انا بعمل ايه. سيبولي بقى في كومنت كده، قولوا لي انت عرفتوا انا بعمل ايه ولا لا. العجينة دي طبعا لازم بتكون ناشفة، لما بتكون طرية بتكون صعبة في التشكيل او بنضطر ان احنا نضيف لها دقيق، لكن انا دايما بحب ابططها او افردها من غير ما اضيف لها اي دقيق خالص. فلازم بتنشفيها في العجين تخلي عجينتها ناشفة وتتلت طبعا كويس. على رأي احنا عندنا هنا مثلا مشهور بتقول لك ايه، لتيها فوق ما تتبهللي بيها قدام الفرن. فلت بقى بضمير كده. بعد ما عجنتها كويس بدأت ان احنا نشكل. انا عملت الوصفة دي او الطريقة دي بشكلين: محشي عجوة وسادة. فطبعا اكيد انتوا كده فهمتوا ان انا بعمل قرص. لازم احنا متعودين هنا، وزي ما قلت لكم بقالي 12 سنة متجوزة، لازم كل يوم وقفة عيد صغير لازم بنعمل القرص دي، سواء بقى كانت محشية أو غير محشية. أنا عن نفسي بصراحة مش بشجع المحشية قوي، لأن احنا كده كده خارجين من شهر رمضان، وطبعا عادة ربنا ما يقطع للمسلمين وللناس كلها، ربنا ما يقطع لنا عادة أو حاجة احنا متعودين عليها. بنعمل في شهر رمضان أساسي بنعمل كحك وبسكوت. فأنا بصراحة مش برحب قوي بالقرص محشية عاجو، لأن كده كده في كحك وبسكوت، في بيتيفور، في غريبة، في خير كتير ان شاء الله دايما يبقى موجود. لكن بنتي لو تلاحظوا اللي هي الصغيره اللي قاعده على جنب لابسه لبني دي، هي اللي مصره وعايزه يا ماما قرص محشيه عجوه. فما رضيتش ازعلها وعملت لها جزء صغير كده. اما بقى بقيه الكميه بعملها قرص ساده زي ما انتم شايفين كده. سلفتي طبعا ام احمد ربنا يديها الصحه ويبارك في جوزها واولادها، دي انتمتي يعني، مش سلفتي بس، دي اختي كمان. دايما بنساعد بعض، دايما اما نروح مشاوير بنروح سوا. على رأي سلفتي ام عمر دايما بتقول بتروح تكشفوا على شعر بعض. كنا مرة رايحين مشوار كده ومش عايزين حد يعرف احنا رايحين فين، فقلنا احنا رايحين ايه، نكشف على شعرنا سوا. فالمهم ان احنا اتلقسنا في الاخر واتعرف ان احنا ما كناش بنكشف على شعرنا، احنا كنا في حتة تانية. فالمهم كل ما بروح مشوار بنعمل اي حاجة لازم بنكون مع بعض. يعني بصراحة بتكون حاجة كويسة قوي لما بيكون لك سلفة كده في البيت، تبقى زي اختك سرك معاها، بتروحوا المشاور سوا، تعملوا الشغل سوا. فالمهم عملنا القرص مع بعض. انا ابتديت الاول بالقرص بتاعتي وبعدين هي عملت القرص بتاعتها. بعد ما بنفرد كده القرص بنجيب صينية ونفرد عليها قماشة نظيفة، ونحط طبقة قرص وبعدين قطعة من القماش وبعدين طبقة قرص من التانية. كل صينية بتاخد حوالي من 3 ل4 طبقات حسب بقى. لو ناشفة ومظبوطة في العجين زي أنا ما عملتها كده بنعمل حوالي 3 أو 4 طبقات. لكن لو طرية ومثلا وساحت منك ولا حاجة، فلا بتعملي طبقتين كفاية، عشان لما تيجي تروحي عند الفرن تعرفي ان انت تشيليها من غير ما تتبهدل منك. علشان كده انا بشجع او بقول لكم ان انتوا القرص دايما عجينتها تكون ناشفه على قد ما تقدروا. المهم بقى رحنا عند الفرن، ده بقى في الخبيز زي ما انتوا شايفين كده. بملى الفرن بالقرص بحيث ان هي ما تاخدش وقت، كل ما يعني تملي الفرن كده ما ياخدش وقت في الخبيز ولا حاجه. وببدا ان انا احرك القرص كل الاتجاهات بحيث ان القرصه تاخد كده ايه لون موحد. ودي من الحاجات المهمة اللي احنا دايما متعودين، يعني ربنا ما يقطع لنا عادة يا رب، كل وقفة عيد لازم بنعمل القرص دي. لكل بيت بقى بتكون طقوس كده معينة. يا ترى انتوا في بلدكم بتعملوا ايه؟ لكل بلد وكل بيت، يعني بالرغم ان احنا هنا مثلا في مصر، لكن كل بلد سبحان الله بيكون لها طقوس معينة او عادات معينة. يعني مثلا في بلاد بشوفها مثلا بتعجن العجين بالحلبة، لكن احنا طبعا عمرنا ما بنعمل العجين بالحلبة ولا حاجة. لكن كل بلد لها حاجات معينة كده او عادات معينة. الحاجة التانية بقى اللي احنا لازم يوم الوقفة بنعملها، لازم بيكون الفطار. طبعا احنا لسه في وقفة العيد الصغير يعني صيام، لازم الفطار بقى بيكون حاجة ايه، حاجة حلوة كده. تعملي بقى فراخ، بط، لحمة، حسب بقى المتاح او المتوفر عندك. هنا كان عندي فراخ، جبت فرخة كده قسمتها 4 قطع. في الوصفة دي على فكرة ممكن تقطعيها زي ما تحبي، ممكن تقطعها 6 8 حسب بقى رغبتك او حسب حجم
الفرخة أو حسب عدد الأفراد اللي هياكلوا مني. غسلتها كويس، أنا كده كنت نقعاها قبل ما أدخلها في الفريزر، فغسلتها المهم شطفتها لزيادة التأكيد. حط هنا بقى البهارات اللي موجودة عندك، عيشي حياتك في البهارات. أنا كان عندي بصل باودر، توم باودر، بابريكا، فلفل اسود، توابل لحمه، وملح، معلقتين صلصه، معلقه دبس رمان كبيره، وده اختياري، دبس الرمان اختياري، معلقه خل، معلقه زيت، وبقلب كل الكلام ده مع بعضه كويس. وبتلتين الخلطه دي او تلتين الخليط ده بتبل بيه الفراخ، والتلت اللي فاضل بسيبه للخضار اللي انا هستخدمه في وصفه النهارده. تبلي كده او يعني اعملي مساج كده للفراخ بالخلطه دي، وسيبيها كده حوالي ربع ساعه ولا حاجه. لو مستعجله طبعا زي حالاتي، زي انا ما عملت في الفيديو، انا ما سبتهاش ولا حاجه، لكن سبتها بعد ما رصيت الخضار. يعني انا بعد ما قطعت الخضار ورصيتها في الصينيه سبتها حوالي ساعه على ما خبزت القرص. يعني شويه الفيديو اللي قدام ده خبيز القرص ده، على ما بططت قصدي. فسبتها فيها تتبل شويه، وبعدين دخلتها في الفرن. لو كنتوا اخدتوا بالكم في الفيديو ان انا وانا بخبز القرص كان في صواني كده في الفرن، فهي كانت الصينيه دي. لكن بقى حسب المتاح، وممكن على فكره تعمليها وتسويها على طول لو انت مفيش وقت. لكن طبعا كل الحاجات المشوية دي بالذات لما بتسيبيها ساعة ولا حاجة في التتبيل أو كده بتدي طعم ونكهة جبارة بصراحة. الخضار هنا اختياري يا جماعة، ممكن تشويها على فكرة. الوصفة دي تنفع ببصل بس، تعملوه كده شرائح وتشويها بيه، أو تضيف أي خضار أنت حباه، بسلة، جزر، كوسة، أي خضار أنت عايزة تضيفيه في الوصفة هنا ينفع. لكن أنا حبيت إن هي تكون صينية كده سريعة وإيه وبسيطة، لأن اليوم ده بيكون مسحوم شوية. فالمهم قطعت بطاطس وبصل وقرن فلفل اخضر واحد بس. يا سلام بقى لو تحرقيها شويه بتكون رهيبه. وخدت باقي التتبيله عملتها بيها، وكوبايه واحده بس من عصير الطماطم، وبدات ان انا ارص الفرخه كده في الصينيه. بما ان الناس موفره ما ينفعش ان احنا نرمي رجول الفراخ، لازم تنحط. احنا ناس موفره يا جماعه واقتصاديين جدا يعني لابعد الحدود. حطيت كده او رصيت كده الفراخ، هجيب ورقه زبده وورقه فويل وابدا ان انا الفها كويس عشان هدخلها الفرن. وعشان طبعا هسويها في الفرن الفلاحي، فبعملها باحكام كده علشان النار او الحطب بتاع الفرن بيعمل طشاش كده وبيطلع طشاش ما ينزلش فيها. وعلى فكره ما عندكيش ورق زبده او فويل، غطا حله يا جماعه، البساط احمدي زي ما بيقولوا، غطا حله وحطيه يا حبيبتي عليها، مش مشكله، مش لازم ورق زبده يعني، ما تتعبيش نفسك ولا حاجه. زي ما انتم شايفين كده استوت. عايزه اقول لكم ان ريحتها يا جماعه كانت جايبه، يعني متهيألي الريحه كانت واصله السعوديه، مبالغه صح؟ لا ريحتها كانت جباره بصراحه. شايفين اللون كريسبي كده وجميل، والفراخ يعني جوسي ومستويه. عايزه اقول لك ان الفراخ نفسها بتقول سيب وانا سيب، وفي نفس ذات الوقت سبحانك يا ربي البطاطس مستوية وماسكة نفسها ازاي ما تعرفيش. شايفين اللون رهيب يا جماعة. انا طبعا في الوقت ده وانا بصور كده كنت لسه صايمة، المغرب ما كانش أذن. يعني الريحة كانت داخلة في قلبي من جوه. شايفين اللحمة مستوية ازاي، او الفراخ قصدي. في ناس على فكرة لما بتقول على الفراخ لحمة، مع ان احنا عندنا هنا بنقول على البط الفراخ كله لحمة، كله خبر خير عندنا. مستوية، لونها حلو، والبطاطس طعمها بجد جميل من التتبيلة اللي انا ضفتها عليها، مخليه طعم قطعة البطاطس نفسها تحفة. كده طبعا الفراخ استوت، وهنا كانت القرص كنت خلصت خبيث خلاص. ده الروتين بتاعنا الطبيعي او الروتين العادي اللي احنا متعودين عليه دايما. لكل بيت ولكل بلد روتين مختلف. القرص بصي قلبها من جوه منخشش كده وطريه، بصي تتاكل حاف بجد يعني. هرجع تاني الكلام، كل بلد وكل بيت ليه روتين. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات عندكم وقفه العيد بتقضوها ازاي، او ايه الحاجات اللي بتعملوها. ودي على فكره القرص اللي هي بالعجوه، العجوه سايحه جوه ورهيبه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك. هسيبكم في رعايه الله.